عبد الرؤوف أو عبد الرحيم التونسي ممثل كوميدي مغربي ولد في الدار البيضاء. في بداية الستينيات بدأ أول خطواته على خشبة المسرح، وكانت وظيفته الرئيسية إضحاك المغاربة. أبهج طفولة العديدين بضحكته المتفردة، بلباسه الفضفاض بالطربوش، بشخصيته البدوية الساذجة البسيطة، بشكله الطفولي وبطريقة أدائه المتميزة. عبد الرؤوف مشوار فني طويل مليء بالعطاء لمدة 65 سنة، كون خلالها ريبرتوار فكاهي غني بالتمثيليات الإذاعية، سكيتشات، سلسلات والأفلام. من بعض أعماله القفة والمية، ملكرة، مطعم الناس، شاوش، محاربة الأمية، حميد، تقاعد، عمي، مول البشكليت، دهاز، دلاعوجة واللائحة طويلة. يعتبر عبد الرؤوف أسطورة الكوميديا والأب الروحي للفكاهيين بالمغرب، ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة تضم أجيالا متعددة من عشاقه ومحبيه.